شكل وريحته خطيره. مش هقول لكم بقى ان انا هفاجئكم ان انا ما دقتش، لا، وانا بقطعه بصراحه دقت، كان طعمه خطير. وهي بتتاخد ايه، وان بيس كده على البق. للاسف كنت بصور، المفروض ان انا صورت المقدمه بتاعه الفيديو، بس للاسف ايه اتمسحت. هعمل معاكم النهارده بقى السوشي. انا كل مره بطلبه، بس المره دي قررت ان انا اخد خطوه واعمله. انا من الناس اللي بتحب جدا اقف في المطبخ وان انا اجرب اي اكله باكلها بره. فقررت ان انا اعمل السوشي، وبما ان انا اول مره اعمله فبصراحه ما حبيتش ان انا اجيب بقى منتجات كتير وفي الاخر يبوظ وافضل انا ايه زعلانه. فحبيت ان انا اجيب ورق النوري، لقيت الباكت 500 وشويه، اللي هو 50 قطعه، في بواكي كده 10 قطع، كانت 100 وحاجه بسيطه. فبصراحه ما لقيتهاش، قعدت ادور، لقيت بنوته بتبيع بالقطعه. تمام، فجبت منها، هي بتبيع بالقطعه، ولو انت خدتي 10 بتبقى عامله لك خصم زياده. فانا جبت 10 ورقات. تمام. هعمل الحشوه ايه، هعمل صوابع اللي هي الكابوريا، وكمان جايبه جبنه كريمي. تمام، عشان استخدمها مع صوابع الكابوريا. جايبه كمان هعمل حشوه تونه، وهحط معاها مايونيز. تمام. طيب، اول حاجه هعملها الرز، عشان تبقوا عارفين الرز بنعمله ازاي. اول حاجه كوبايه الرز بتاخد كوبايه وربع ميه. بتحطي الميه وبتحطي الرز وتسيبيها لحد لما يغلي، وبعد كده توطي عليها لمده ربع ساعه. بعد ربع ساعه بتطفي وتسيبي الغطا مقفول لمده 10 دقايق. تمام. تمام. تعالوا بقى تابعوا معايا ونشوف هنعمل ايه الخطوات اللي بعد كده. هنا بقى هعمل الخل بتاع الرز. انا ما عنديش خل رز، طب هنعمل ايه؟ هنجيب الخل العادي هنستخدمه. كل كوباية رز عليها معلقتين كبار من الخل، ومعلقة كبيرة من السكر، وربع معلقة من الملح. اهم حاجة يا جماعة، الرز لازم يتغسل حوالي 7 أو 8 مرات علشان ينزل كل النشا اللي فيه كده، وانتي بتغسليه تلاقي المية بتاعته ايه، بيضة. هنا بقى الحشوة طبعا بتاعت التونة، هبتدي ان انا اصفي علبة التونة بتاعتي كويس جدا من الزيت. ايه اللي هستخدمه مع التونة؟ هستخدم مايونيز. اهم حاجة التونة بتاعتي تكون قطع. هنا بدأت أجهز صوابع الكابوريا، وهاخد برضو قطعتين أفرفتهم كده أو أفكهم من بعض علشان أزين بيهم من فوق الوش. بصراحة طعم الصوابع الكابوريا دي كانت حلوة، بس مش هجربها تاني، لأن لما جيت أفكها تحسيها إن هي إيه، ناشفة أو ماسكة في بعضها، مش زي اللي أنا متعودة عليها. لكن كطعم كان بالنسبة لي بصراحة كان طعمها حلو، خصوصا كمان إن أنا أول مرة أعمله. تعملي لنا سوشي حلو عشان احنا بنحب. هنا الرز بتاعي كان خلاص استوى بعد بقى ما سبته ل10 دقايق، وابتديت انزل عليه بمحلول الخل وقلبته كويس، وهسيبه لحد لما يبرد، اللي هو يبقى اقل من الدافي، علشان ان انا ابدا اشتغل فيه. هنا بقى بوريكم ان انا ما كانش عندي الحصيره بتاعت السوشي، فحطيت بدلها استريتش، وهعمل وهلفها عادي، هتقضي نفس الغرض. هنا خطوة عملتها ان انا بليت ورق النوري، ولما لقيتها لمت معايا بالشكل ده كلمت البنت اللي انا جبته من عندها، وقالت لي لا، النوع ده بتشتغلي فيه على طول. طبعا دي اول مرة انا كنت ان انا اجرب اعمل سوشي، ففي حاجات كتير ما كنتش عارفاها، ومن خلال الفيديو ابتديت ان انا اتعلمها. هنا الرول بتاعي ده كان مليان، حتى لما اجي الفه هتلاقوا الحشوة بتاعته بتقع، ولما هاجي الفه خالص هيبقى فيه رز طالع من الرول بتاعي. طبعا انا ظبطته في الرول التاني كان مليان حاجة بسيطة، في الرول التالت عملته مظبوط. تمام، ده كده كان شكل الرول. بص بوريكم الزيادات ازاي. طبعا ده الرول التاني، بصوا كان فيه زيادات بسيطة خالص. كان اول اتنين اللي هو حشوة التونة عادي مع المايونيز. هنا بقى عملت الكابوريا، صوابع الكابوريا مع الجبنة، وبصراحة عجبتني اكتر من التونة، كان طعمها حلو جدا جدا. بصوا بقى هنا ده الرول بقى بتاعي طلع
المره دي مظبوط. هنا قررت اغير الشكل، ان انا اخلي ورق النوري من جوه والرز هو اللي من بره. اهم حاجه وانت بتفردي الرز لازم تبلي ايديكي في ميه، يبقى في طبق ميه كده جنبك تبلي ايديكي كل شويه، عشان ده بيساعدك ان الرز بتاعك تفرجيه كويس. المفروض ارش سمسم، انا رشيت هنا حبه البركه لان هو بيترش سمسم اسود فطبعا مش متاح، فرشيت حبه البركه ورحت قلباها عادي، وحطيت صوابع الكابوريا والجبنه ولفتها برضو بالرول عادي، مفيش اي مشكله، ما عمليش اي ازمه. فاختراع يعني، مش هنخلي حاجه توقفنا. وحطيت الكابوبيا اللي انا فرفتها كده من فوق الوش زي ما قلت لكم، علشان انا متعوده على حاجه معينه. فدي بالنسبه لي لا، المفروض لما كنت افردها كده من فوق كانت تبقى طريه معايا، بس هي كانت ماسكه نفسها شويه. هنا بدات اقطع الحروف بقى بتاعه السوشي. وبعد كده رحت بقى ابتديت اقطع البيسز زي ما انتم شايفين كده، قطعته بالشكل ده. ولسه كمان في رول ما اتقطعش، ده اللي هو الترياكي صوص. تعالوا بقى ندوق ندوق مع بعض. بصوا شكله وريحته خطيره. مش هقول لكم بقى ان انا هفاجئكم ان انا ما دقتش، لا وانا بقطعه بصراحه دقت، كان طعمه خطير. وهي بتتاخد وان بيس كده على البق. طعمه خطير 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 خطير. ما تخافوش ان انتوا تخوضوا التجربه وان انتوا تجربوه، والله العظيم هو سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه وهينجح معاكي من اول مره. بس كده وصلت معاكم لنهايه الفيديو، نتقابل في فيديو جديد.